إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. قبل أن نبدأ ونكمل ما كنا تحدثنا عنه فيما يتعلق بتاريخ إريتريا منذ الاستعمار الإيطالي والبريطاني والاستعمار الأثيوبي، ومرورا بالثورات والأحزاب السياسية التي حدثت في إريتريا، قبل أن نخوض في هذا المضمار ونختم حلقة كيف استقلت إريتريا ومن هم الحكام حاليا في إريتريا وكيف سيطروا. قبل ذلك نتوجه بالتهنئة المباركة للأمة الإسلامية أجمع فيما حصل في غزة وفلسطين من إيقاف الحرب. وأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني في رابطة علماء إريتريا، نبارك للشعب الفلسطيني هذا النصر العظيم، ونبارك أيضا للأمة الإسلامية هذا الخير الكبير وهذا الثبات والصمود. وباسمكم جميعا نرحب فضيلة الشيخ الدكتور عمر محمود، ونحب أن نعلق على هذا الحدث العظيم والنصر الكبير. عامان عظيمان مضى أو مضيا في حرب ضروس قام بها الصهاينة ضد العزل وضد المجاهدين وأصحاب المقاومة في داخل غزة وفلسطين وفي فلسطين عموما. وعلى ذلك يعني بعد الترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور، لدي مجموعة صغيرة من الأسئلة حتى لا نتجاوز هذا الحدث العظيم دون أن نعبر عن فرحتنا وتمنياتنا بالنصر العظيم بخروج هذا المحتل الغاشم من أراضي فلسطين، ويطهر الله سبحانه وتعالى بيت المقدس. وإن أنسى فلا أنسى أن أحمد الله تعالى وأشكره على أن ثبت إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين، فإن كثيرا ما ينسى ربنا عز وجل في مثل هذا الأمر. نجد أن الشكر يتوجه إلى الدول وإلى الرؤساء وينسى ربنا سبحانه وتعالى الذي مكن وربط على قلوب أهل غزة والمجاهدين وهيأ لهم ونصرهم. فلا ننسى ربنا سبحانه وتعالى أبدا، بل هو أول ما ينبغي أن يشكر ويحمد سبحانه وتعالى. فضيلة الدكتور، ما هو تعبيركم عن هذا النصر العظيم وما هي تهنئتكم لفلسطين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة والأخوات المتابعون والمتابعات، أشكركم مجددا في هذه الحلقة الرابعة والأخيرة من برنامجنا حتى لا ننسى. أشكر الشيخ برهان والفريق الإعداد في قناة سلام الفضائية، جزاكم الله خير. نعم، اليوم طبعا لا نريد أن نفوت هذا اليوم، هذا الحدث الكبير الذي مكن لإخواننا في فلسطين بهذا الانتصار الكبير ووقف الإبادة الجماعية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، وسنتين بالتمام والكمال. اليوم الحمد لله جاءت إلينا الأخبار المفرحة بهذا الانتصار العظيم لأهلنا في غزة العزة وفي فلسطين عموما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهدائهم وأن يشفي جرحاهم إن شاء الله بإذن الله،
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تستمر هذه الإبادة التي كان يتفرج عليها العالم المتحضر ومنهم القوى الكبرى، وهي شريكة أساسية في هذه الإبادة الجماعية التي استمرت وقتل فيها الآلاف من الأطفال والنساء والكبار. صراحة كان جرح يعني عميق، وجرح كان ينزف سنتين. يعني أنا لا أسميها حرب، بل هي كانت إبادة جماعية، لأن الحرب لازم تكون بين طرفين. هذه الحرب بين الآلة الأمريكية الصهيونية والتي حصدت الأبرياء خلال العامين بشراكة فعلية بين الأنظمة المجرمة والنظام الأمريكي والنظام العالمي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوب هؤلاء المسلمين الفلسطينيين وكلهم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا العمل. جميل، جزاك الله خير. كيف ترى موقف المقاومة حماس بين قوسين مع مبادرة ترامب؟ طبعا المبادرات كانت كثيرة، لكن يعني هذا المجرم نتنياهو كل مرة كان يتنصل عن الالتزام بها، لكن هذه المرة أعتقد أن الإدارة الأمريكية ترامب ضغط عليه، والجماعة كمان ما تركوا لهم حجة. حركة المقاومة قالوا أن هم المرحلة الأولى سوف يتم فيها تبادل الأسرى جميعا في المرحلة الأولى، ثم يعني نتناقش في المراحل الأخيرة، المرحلة الثانية والثالثة. وهذا كان أنا أشوفه ذكاء من المقاومة لإيقاف آلة الإبادة الجماعية، كان ذكاء جدا، واعتبره انتصار. هذا القبول المقاومة لهذا الديل من ترامب اعتبره نوع من الذكاء، وبالفعل هو اعتبره انتصار للمقاومة. سبحان الله، ونوع من التوفيق من الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان. طيب، السؤال الثالث: هل حققت إسرائيل خلال عامين أو ماذا حققت إسرائيل خلال عامان؟ هل تحقق مرادها وما كانت تصبو إليه؟ إسرائيل أعتقد لم تحقق من الأهداف المعلنة والتي أعلنتها، وهي القضاء التام على حركة المقاومة. لم تقضي على المقاومة حتى هذه اللحظة بعد عامين من الإبادة الجماعية التي استمرت في القطاع، وحتى الضفة الغربية لم تحقق أهدافها. وقالوا أن هم سوف يدمروا، ولم يدمروا حماس ولم يدمروا المقاومة. فذلك أنا لا أعتبر أن إسرائيل حققت شيء واحد، واللي هو آلة القتل التي عملت بها خلال العامين. قتلت الأبرياء، الأطفال والنساء والعجائز، نعم. ودمرت غزة بحيث أنها ربما يعني غير قابلة للسكن مجددا بعد الأسلحة التي رميت في غزة، يعني حيث جعلوها غير قابلة للسكن. كانت تقول أنها ستنهي حماس نهائيا، فهل حققت ذلك؟ لا أعتقد. حتى الصحف الإسرائيلية بنفسها أصرت بأن إسرائيل لن تستطيع ولم تحقق أصلا ولم تقضي على حماس، وكانت تقول أنها ستحرر الأسرى. فهل حررت الأسرى بالحرب؟ لم تحرر الأسرى بالحرب. كل وسائل الإعلام والمحللين أجمعوا من البداية أن إسرائيل لا تستطيع تحرير الأسرى بالحرب. وعلى هذا إذن إسرائيل تعتبر مهزومة في هذه المعركة بكل المقاييس، لأنها خسرت سمعتها في العالم، وانكشف يعني خبثها وإجرامها، ويعني كثيرا مما فقدته أو من أكبر ما فقدته إسرائيل يعني أنها فقدت حبل الناس. نعم. وفقدت أيضا حبل الله. نعم. إسرائيل فقدت حتى المناصرين تبعها من الدول الغربية زي بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي. حتى ترامب أثبت ذلك بنفسه، قال إنه إسرائيل أصبحت منبوذة، نعم، من المجتمع الدولي. طيب، أخيرا، ما هي رؤيتكم المستقبلية لغزة وفلسطين وإسرائيل؟ هل ستوفي إسرائيل المحتلة بهذا العهد؟ والله طبعا إسرائيل احنا يعني معظم الشيء اللي ماشي اليوم هو نتنياهو اللي جعل الأمر متعلق به. فهذا الرجل رجل مراوغ ورجل ماكر، فربما يعني لا يعتمد عليه بالإيفاء مثلا بوعده. يمكن أن يتنصل في أي وقت كما تنصل في المرات السابقة، يمكن أن يتنصل من وعده. فلا يعني ما في ضمان أنه هذا الرجل
سوف يعني يفي بوعده، لكن لكل حادث حديث. الآن توقفت الإبادة وهذا أهم شيء، توقفت الإبادة الجماعية. حتى الحركة كانت مقرة، أثبتوا قالوا أنه المرحلة الأولى يطلق فيها الرهائن أو الأسرى من الطرفين، كامل الأسرى، ثم نعمل نيغوشيشن، يعني المفاوضات تستمر للمرحلة الأولى الثانية والثالثة. طيب جميل. نعم. بقي نقطة أخيرة، وهي هل تعتبر أن حماس انتصرت في هذه المعركة أو المقاومة الفلسطينية؟ نعم، أعتبر أن المقاومة انتصرت في هذه الحرب، انتصرت في الآخر. أن هم قالوا لا يمكن الكيان يحرر الأسرى بالحرب، وهذا ما ثبت. الكيان الآن يعمل مفاوضات لتحرير الأسرى، وهذا يعتبر في حد ذاته انتصار للمقاومة. نعم. جميل. نعم. مستقبل إسرائيل في المنطقة، هل تتوقع أن كما يعني تنبأ الشيخ ياسين رحمه الله تعالى بنهاية عام 2026 وبداية 2027 أو نهاية 2027 وبداية 2028 تكون إسرائيل قد خرجت مهزومة ذليلة وانتهت من أراضي المقدسة؟ ماذا تقول؟ والله أنا شيخ برهان طبعا ما عايز أدخل في التواريخ هذه السنة أو غيرها، لكنني أوقن بأن هذا الكيان يعني مآله إلى الزوال. جميل. متى هذه السنة؟ بعد سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات، 10، إنما هو مآله إلى زوال. نعم. جميل. أحسنت. مشاهدينا الكرام، سنكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بغزة وفلسطين. نهنئ إخواننا أهل غزة بهذا النصر العظيم ونقول لهم أبشروا وأملوا ما دمتم على هذا العهد من الاستقامة والطاعة وجمع الكلمة ووحدة الصف وعبادة الله عز وجل وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدر المستطاع، فإن النصر قادم لكم لا محالة. لا تسمعوا لغير هذا الكلام، النصر قادم لكم بإذن الله، لأن الله عز وجل وعد المؤمنين وأنتم إن شاء الله من المؤمنين. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولولا إيمانكم وثباتكم وإيمانكم بالله عز وجل لم تكونوا لتحققوا هذا النصر العظيم وهذا الحدث الكبير بأنكم قاومتم تجاه هؤلاء. فكيف لو قامت الأمة الإسلامية؟ فلا وجود لكل ظالم مجرم مهما كانت قوته. لكن اليوم غزة علمتنا دروس كثيرة جدا، وعلمتنا غزة الصمود وغزة الطاعة وغزة المجاهدة وغزة المؤمنة وغزة بيت المقدس. فجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا، وإلى الأمام إلى الأمام فالنصر قريب. طيب شيخنا، تحدثنا الآن، نعود إلى بلادنا إريتريا إن شاء الله، كما كنا في بلادنا في فلسطين أيضا. نعم. فالمؤمنون إخوة. نعم، هذه أمتكم أمة واحدة. تحدثنا في الأسبوع الماضي نعم عن مجموعة 15، نعم، وكيف إيساياس قضى عليهم فردا فردا، نعم، وأصبح هو المتربع على رئاسة إريتريا. نعم. هذا كان آخر ما تحدثنا عنه. نعم. الآن بعد هذا ما الذي حدث لإريتريا؟ استقلت إريتريا في عام 1993 وعملت مؤتمرها في عام 1994. نعم. كما تفضلتم. ماذا حدث بعدها؟ طبعا نحن تناولنا الدستور الذي جعله في الدرج أسياس أفورقي، الدستور سنة 97، والذي كان يعني يعتبر فاتحة خير للشعب الإريتري وإرساء دولة المؤسسات والقانون، إلا أنه افتعل الحرب مع الوياني في العام 1998 لحد سنة 2000، الحرب التي استمرت سنتين طبعا. بعدها تحدثنا عن مجموعة ال15، وهم في الحقيقة مش 15، أكثر من كده، لكن نحن ركزنا على القيادات في الحزب والدولة اللي هم بما فيهم نائب الرئيس شريفه وغيره وكل الوزراء. وبعدها الأمور شبه دانت لأسياس أفورقي بعد أن تخلص من خصومه في الدولة والحزب، فمستمر بينشر الحروب يمنة ويسرى، حتى ما دخل طبعا في عام 2021 عمل قبلها طبعا عمل صلح
مع أبي أحمد، وجعل نفسه أنه انتصر على عدوه القديم الوياني، والتي كان يقول أنه إريتريا لا تستطيع أن تقوم بعمل أي تنمية مع وجود الوياني. وعمل اتفاق مع أبي أحمد في العام 2018، ثم بعد ذلك قلب ضد أبي أحمد. وهذه هي عادة أسياس أفورقي، دائما يعني يغير تحالفاته، فمرة يتحالف مع القذافي، ومرة يتحالف مع قطر، ومرة مع السعودية، ومرة مع الإمارات، مرة مع إسرائيل، مرة مع الولايات المتحدة، مرة مع إيران. يعني الشيء ونقيضه، يعني هو لا يخجل من أن يتحالف مع أي حد، إلا يعني أنه لم يتحالف يوما واحدا مع الشعب الإريتري، تحالف مع الكل ولم يتحالف مع الشعب. فذلك هو حتى أنه ومجموعته مطالبين الآن الحراك الشعبي المبارك الذي نحن نراه أمامنا بعد أبواق أسياس أفورقي تتهم هذا الحراك بأنهم متطرفين، وبأنهم مجاهدين، وبأنهم كذا وكذا، وبأنهم إرهابيين. لا يوجد إرهاب إلا في مجموعة أسياس، والقانون الدولي واضح في ذلك، أن أسياس أفورقي من عام 2008 متهم بدعم حركة الشباب الصومالية الإرهابية، وهذا يعتبر إقرار من المجتمع الدولي، وقد فرض عليه المجتمع الدولي عقوبات نتيجة لتقديم الدعم المادي والسلاح وغيره لحركة الشباب الصومالية من عام 2008 بداية وحتى عام 2011. الآن أيضا مجموعة أسياس أفورقي والمجموعة القريبة منه جدا، هؤلاء المجموعة الأمنية والعسكرية، أيضا عليهم اتهامات بارتكاب مجازر في تجراي عام 2021 ارتكاب مجازر جماعية، ومنهم هذا المجرم رئيس هيئة الأركان فيليبوس ولد يوهنس، والذي هو على قائمة العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية، وغيره هذا المسؤول أجهزة الأمن أيضا حجوس كيشا. سوف نتحدث عنهم طبعا، هؤلاء السبعة الذين يسيطرون على المشهد اليوم في إريتريا، هذه المجموعة الأمنية التي تسيطر على مفاصل البلد الاقتصادية والأمنية والعسكرية. طيب، هذا مدخل ممتاز. نعم. وإلمام عام. نعم. على بوابة الدخول فيما يتعلق بعد الاستقلال. نعم. لإريتريا. نعم. ذكرتم حرب عام 2000 وذكرتم أمور، لكن أنا أريد حقيقة في أننا نسلط الضوء على نقطة التحالف مع أبي ضد الوياني، والتحالف مع الوياني ضد أبي. نعم. هذه السياسة العجيبة. لماذا أولا تحالف إسياس مع أبي أحمد؟ طبعا هذا سؤال ممتاز جدا شيخ برهان، سؤال جميل. أسياس أفورقي طبعا كان تحالفه قديم جدا مع حركة جبهة الشعبية لتحرير تجراي، واستعمل هذا التحالف لتدمير الثورة الإريترية وإدخالها إلى السودان عام 1981، ذكرنا في ذلك. واستمر التحالف بين الجبهة الشعبية لتحرير تجراي والجبهة الشعبية لتحرير إريتريا بزعامة أسياس حتى العام 1997 بعد نشوب الحرب بينهم. كثير من المراقبين يتفقوا بأن هذا الخلاف بين أسياس أفورقي وملس زيناوي اللي هو حاكم إثيوبيا في ذلك الوقت كان خلاف على السلطة. كانوا على ماذا اتفقوا من قبلها لا ندري. في بعض الأقوال تقول أنه أسياس أفورقي كان يمني نفسه بأن يكون حاكم على إثيوبيا وإريتريا، لكن ملس زيناوي تنصل عن ذلك لما وجد نفسه أنه هو يستطيع أن يحكم إثيوبيا. لا ننسى أن قومية التجراي لا تمثل أكثر من 6% من سكان إثيوبيا، وبالرغم من ذلك ملس زيناوي بذكائه وحنكته وتحالفاته المتعددة مع المجموعات الإثيوبية استطاع أن يحكم إثيوبيا لأكثر من 30 عاما. لم يستطع فقط حكمها، إنما عمل بتنمية لا بأس بها، فارتفعت إثيوبيا من خانة الدول الفقيرة إلى خانة الدول المتوسطة، وحصلت تنمية يعني لا يختلف عليها اثنان، عكس إريتريا. هذا المجرم أسياس أفورقي الذي حكم بلادنا خلال 34 عاما لم يقم برصف ولو شارع واحد في إريتريا. إذا نظرت اليوم أنتم في مدينة مسوع كأنه الحرب انتهت اليوم.
هذه المباني المهدمة في مسوع وغيرها بالمناسبة، هذه المباني المهدمة في كل البلاد، للزائر يتأكد للوهلة الأولى بأن هذه البلد للتو توقفت فيها الحرب، لا توجد تنمية، لا توجد حتى ترميم للبنايات المهدمة، ممنوع منعا باتا ترميم المنازل، ترميم البيوت، ترميم المساجد، ترميم الأماكن العامة. جميل هذا واضح، لكن نعم. كلامك حقيقة مهم جدا فيما يتعلق بالخلاف بين إسياس وملا الزناوي. نعم. الذي أدى إلى حرب بينهم، حرب ضروس. نعم. في عام 2000 أليس كذلك؟ نعم، بدأ 98 وانتهت عام 2000، سنتين. بدأ 98 وانتهت. طيب هذه الحرب لمجرد منطقة بادمة، نعم. هل فعلا هي هذه السبب؟ هل فعلا الأرض بادمة هي السبب الأصلي؟ لا أعتقد. أم هناك أسباب عميقة؟ نعم. وكيف هؤلاء أبناء الخالة كما نعم. يسمونهم أبناء الخالة؟ نعم. سياسي ملا الزناوي يقال أنهم أبناء خالة. نعم. أو على الأقل أنهم في ديانة واحدة. نعم. وتحت قومية واحدة أيضا. يا. كيف حصل بينهم هذا الخلاف؟ طيب نعم، سؤال جميل جدا. السياسة أفورقي والخلاف الذي نشب عام 1998 بينه وبين السياسة أفورقي وبين ملا الزناوي، أكد المراقبون جميعا بأن الخلاف لم تكن منطقة بادمة، لم تكن منطقة بادمة، فالخلاف أعمق وأكبر. من ضمن الأقوال كما ذكرنا أنه كان متفقين أنه سياسة أفورقي يصير رئيس لإثيوبيا وإريتريا مع بعد الاتحاد، لكن ملا الزناوي تنصل. بالمناسبة هذا الكلام، الإشاعة اللي تقول أنهم كانوا أبناء خالات، السياسة أفورقي وملا الزناوي ما عندهم علاقة مع بعض. السياسة أفورقي ما عنده علاقة بإريتريا، ملا الزناوي والدته كانت إريتريا، والدته ملا الزناوي من إريتريا، وكان أرحم على الشعب الإريتري من السياسة أفورقي نفسه. حتى قال له أنك أنت الشعب الإريتري ناضل 30 سنة والآن تريد يعني تعمل اتحاد مع إثيوبيا، لماذا؟ أنت خليك في بلدك وأنا خليني في بلدي. قالوا دي واحدة من الخلافات التي ذكرت لنشوب الحرب بين سياسة أفورقي وملا الزناوي. لا توجد أقوال يعني مؤكدة في هذا، لكنها بادمة لم تكن هي السبب الرئيسي لنشوب الحرب بينهم. نعم. جميل. إذن الحرب بينهم حقيقة يعني كانت عميقة جدا، وراح ضحيتها من شعبنا الإريتري أكثر من 45,000 نسمة. عشرات الآلاف. نعم، عشرات الآلاف. نعم. عشرات الآلاف راحت ضحيتها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. طيب، مع وجود هذا الخلاف بين ملا الزناوي وإسياس، وملا الزناوي طبعا حكم كما تفضلتم وذهب إلى تلميع بلده وتطوير بلاده. نعم. ورأينا حقيقة يعني وقفنا على ذلك في كثير من، بينما العكس لم يكن كذلك. طيب. نعم. لماذا نعم. إسياس أفورقي بنى علاقة مع أبي أحمد رئيس أثيوبيا الحالي، ثم كيف حصل بينهم الخلاف؟ طبعا السياسة أفورقي لم ينسى ما حصل سنة 2000 وسنة 98. ملا الزناوي بقواته كان على وشك إسقاط السياسة أفورقي في ذلك العام، لولا وقف إطلاق النار من المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالتحديد. أوقفت جنود ملا الزناوي من الزحف إلى إريتريا، حيث احتلوا أكثر من 30% من مساحة إريتريا في ذلك الوقت وتوقفوا. الآن سياسة أفورقي لم ينسى تلك الحرب، وكان يعني صبر بها يمكن 20 عاما، لكنه وجد الفرصة للصلح مع أبي أحمد ثم الانقضاض على أعدائه الوياني، وذلك ارتكب مجازر جماعية في عام 2021. يقال أنه التقييم يقول أنه مثلا أكثر من 350 ألف مدني لقوا حتفهم في تلك الحرب، وسياسة أفورقي وجنرالاته المتهمين الوحيدين في ارتكاب تلك الفظائع ضد المدنيين في تجراي. اليوم تجراي يتقازلون مع سياسة أفورقي، لا أعرف هل هؤلاء عقلاء أم لا. واصل هذا الخلاف، حصل ودخلوا وعملوا كذا. نعم. وكان الهدف من بناء علاقة إسياس أفورقي وأبي أحمد للقضاء على تجراي. واستقل تلك الفرصة. فهل نجحوا في ذلك؟ نجحوا فعلا. دمرت جبهة تحرير تجراي فعليا خلال عامين من طرف أبي أحمد وسياسة أفورقي، حتى استسلمت في اتفاقية بريتوريا في جنوب أفريقيا لتسليم سلاحها، وسلمت ودمرت فعليا.
وكانت انشقت طبعا الى قسمين جبهه تحرير تجراي. قسم كان مؤيد للحكومه الفيدراليه حكومه ابي احمد، والقسم الاخر اللي هو طبعا القيادات التاريخيه للجبهه جبهه تحرير تجراي بقياده الدكتور دبرزيون واخرين. هؤلاء كانوا يعني استسلموا للعاصفه، للهزيمه التي وقعت عليهم، والآن هم يعني بين طرفين، يعني الآن هم يغازلوا أسياس أفورقي مرة ومرة يغازلوا أبي أحمد. فالترقب هو سيد الموقف الآن، ماذا حيحصل مثلا. لا، واصل في التاريخ. أنت نعم. قلت الآن أن جبهة تجراي تحرير تجراي انتهت تماما. أيوة. واستسلمت في مؤتمر جنوب أفريقيا. نعم. وسلمت أسلحتها. نعم. ماذا حدث بعد ذلك؟ الآن شايف الحدث اللي بعد. هل حكم ذلك في ذلك الوقت بعد ذلك تولى أبي أحمد هو متولي السلطة من 2018، ماسك البلد، هو نعم. رئيس الوزراء الفعلي في البلد. جميل. وهؤلاء هم فصيل من جبهة تجراي، هو الآن حكام للإقليم. لكن هؤلاء تمردوا على أبي أحمد، تمردوا لكن هزموا. وحصلت معركة شديدة. حصلت معركة وهزموا في هذه المعركة. يعني أبي أحمد قضى عليهم تماما على جبهة تجراي. الآن هم موجودين من غير سلاح من غير شيء، لكنهم إذا وجدوا هؤلاء الأقوام يعني لا ينسون دائما حتى لو مرت سنوات. طيب بينهم. أبي أحمد قضى على جبهة تجراي بالتعاون مع إسياس أفورقي. نعم. وحصلت هذه المجازر التي أنت ذكرتها. نعم. لماذا اختلف مع إسياس؟ الآن السياسة أفورقي طبعا. أبي أحمد لا ننسى أنه هو عنده الحلم بتاعت الإمبراطورية الإثيوبية، وهي إيجاد المنافذ البحرية في من الموانئ الإريترية. ففي الأول ذكر أنه أثيوبيا تحتاج إلى منفذ بحري، سواء كان بالقانون الدولي أو الآن يدعي أنه هو ربما يمكن قال حنأخذ منفذ بحري سواء بالقانون أو بالقوة. الآن يدعي أبي أحمد. فالحرب الآن يعني ربما يمكن تندلع في أي وقت. الآن طبعا انقلب، يعني كأنك تقول أن سبب الخلاف بين إسياس وبين أبي أحمد المنفذ البحري. بالضبط، هو ده. هل هذا هو فعلا؟ لا. هذان دولتان عظيمتان إريتريا وأثيوبيا، ألا يوجد حل للمنفذ البحري؟ حل سلمي، تفاهم، تأجير، نعم. بيع. أليس هناك إلا الحرب إلا القتل؟ هل هذا هو؟ أنا أشك الله أعلم، أنا لست نعم. سياسيا مثلك. نعم. لكن أشك أن هذا هو السبب. هل هناك أسباب عميقة غير هذه؟ أسباب طبعا. هؤلاء أبي أحمد طبعا ما تنسى أنه هو له علاقة بالأمحرة، والأمحرة طبعا عمرهم لم يعني يهضموا مثلا استقلال إريتريا من البداية. فالآن هم ربما يفتكروا أنهم تحين الفرصة للانقضاض على إريتريا واحتلالها من جديد. حتى أنا سمعت أحد المحللين في التلفزيون الإثيوبي يقول أن أثيوبيا من حقها أنه يكون عندها منفذ حتى ولو بالقوة ولو بالحرب. هذا الرجل طبعا يعني يجهل القانون الدولي. هنالك أكثر من 30 دولة حبيسة في العالم. فأي دولة حبيسة من تلك الدول لو أخذت بهذا المنطق طبعا وشنت حرب لكي تأخذ المنافذ البحرية بالقوة، فحتنتشر الحروب طبعا. نعم، القانون الدولي يعطي للدول الحبيسة البدء في المحادثات، وأنها من حقها أن يكون لها منفذ، بس باستعمال القانون طبعا والمفاوضات والنقاش لازم يعني تتم عن طريق القانون الدولي، وفقا للقانون الدولي ووفقا. ولكن لم نرى أي حروب قامت بين هذه الدول الحبيسة وبين الدول التي تستمتع بالبحر طبعا. بل هناك اتفاقيات وهناك بالضبط. يعني كل هذه الدول الحبيسة تستمتع بالبحار من خلال التوافق السلمي بين البلاد. هو ده المفروض اللي يحصل. ما الذي يجعل دائما منطقة القرن الأفريقي بالذات أثيوبيا وإريتريا وتيغراي والصومال هذه المنطقة دائما فيها حروب؟ لماذا؟ طبعا يعني شيخ برهان لو تابعنا تاريخ هذه المنطقة بالذات إثيوبيا خلال 2000 عام الماضية، هؤلاء القوم الأمحرة والتجراي كان يتبادلون الحكم في هذه المنطقة. هؤلاء الناس يعني لم يعملوا بتنمية أو غيرها إلا شن الحروب المنطقة، يعني نتيجة للحروب التي شنوها، يعني دائما وقعت في مجاعات وفي مشاكل وفي لجوء
واشياء كثيره يعني. فنسال الله سبحانه وتعالى. طيب جميل. إذا أنت في رأيك الشيء الظاهر نعم. الذي بين إيساياس وبين أحمد في الخلاف، نعم. أن إيساياس يحافظ على الحدود الإريترية ولا يسمح بالتنازل عن أي شبر من البحر لأثيوبيا، وأثيوبيا تريد أن يكون لديها منفذ بحري. هذا هو الخلاف الظاهر الذي أمامنا، ويبدو أن هناك يعني خلافات عميقة احنا ندركها. طيب طبعا اسمح لي في هذه شيخ برهان، السياس أفورقي طبعا هو ليس بحريص على إريتريا، وذلك بعد ما التقى عام 2018 لأبي أحمد قال هذه البلد لك تفعل فيها ما تشاء. ما عنده علاقة السياس أفورقي. جماعة هذا الكلام نحن كررناه كذا مرة. السياس أفورقي ما عنده مشكلة إذا كان مثلا وجد أنه يحافظ على عرشه، ما عنده أي مشكلة أنه أبي أحمد يأخذ مسوع. حتى من كم يوم، أنا من أسبوع تقريبا، كان يقول أن أبي أحمد لو أراد أن يأخذ عسب أو مسوع ما عندنا مشكلة. قال فذلك أبي أحمد، أنا الدافع الرئيسي لأبي أحمد أعتقد أنه هو يريد احتلال إثيوبيا، احتلال إريتريا، وإقامة المنافذ البحرية العسكرية، مش فقط لأغراض تجارية وغيرها، إنما يريد أن يعني يعمل أماكن بحرية لنواحي عسكرية وغيرها يعني. طيب لك الحق أن تقول رأيك في ذلك، فهذا رأي نحن نقدره ونحترمه. نعم. لكن الذي نحن نشاهده أن الجيش الإريتري يحافظ على حدود إريتريا على كل حال. نعم. طيب حصل خلاف بين أبي وبين إيساياس. نعم. خلاف واضح جدا. نعم. كيف حصل اتفاق وتوافق بين تيغراي وبين إيساياس بعد هذه العداوة لمدة 30 سنة وأكثر؟ نعم. عداوة وحروف ما بينهم، وأنت تقول أن جنرالات إيساياس أفورقي قتلت أكثر من 350 ألف نسمة مدني. نعم. هذا عدد كبير جدا طبعا. يعني قتلوا هؤلاء الناس. فكيف جبهة تيغراي والشعب التيغراي يعني تصالح مع إيساياس أفورقي؟ كيف؟ هو لم يتصالح فعليا حتى هذه اللحظة. جبهة تحرير تيغراي يتغازلون مع سياسة أفورقي. ربما لا تنسى شيخ برهان أن هؤلاء الناس عندهم كراهية فيما بيناتهم، في كراهية بين التيغراي والأمحرة، كراهية كبيرة جدا، لأنه هم يعتبروا أنهم رغم أنهم هم في ديانة واحدة. هم نعم. أرثوذكس ولا كاثوليك؟ أرثوذكس، كلهم أرثوذكس. أرثوذكس. فلذلك هم الآن يعني يعتبروا نفسهم أن الملك نزع منهم بواسطة أبي أحمد ولعب عليهم. فذلك الآن يريدون أن يرجعوا الحكم حكم إثيوبيا، أقصد جبهة تحرير تيغراي، سواء كان بالتحالف مرة أخرى مع أسياس أو غيره. وإلا يعني كيف أنت يعني عقليا يعني حتى أدبيا يعني بعد هذه المجازر اللي ارتكبها أسياس أفورقي وجنرالاته ضد المدنيين عام 2021، يعني كيف يسمح لك ضميرك بأن تمد إيدك لهذا الرجل الذي ارتكب مجازر جماعية وتطهير عرقي في بلادك يعني؟ وهذا الكلام يعني ما يمكن له 2 أو 3 يعني. فأعتقد هي الكراهية التي دفعتهم لمد إيدهم مرة ثانية لأسياس أفورقي. كراهية ضد من؟ كراهية أبي أحمد. كراهية أبي أحمد. أبي أحمد أليس هو أيضا هو أرثوذكس؟ والأرثوذكس الأشياء هذه ما بيشتغلوا بها كثير. ما بيشتغلوا بها كثير يعني. يعني ما يعني هم يهمهم السلطة، تنازع على السلطة بالضبط. وهم طيب. كمان عندهم كراهية أصلا لبعض، يعني إن هم يشوفوا بعض التيغراي والأمحرة يعني تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. بالضبط. سبحان الله. بالضبط. نعم. طيب لأجل كراهية أبي أحمد تحالفوا مع إيساياس وأقاموا شيئا اسمه تصمدو. نعم. ما هذا تصمدو؟ والله ما أعتقد هذه الكلمة، أنا يعني بحثتها. تصمدو اللي هي أعتقد المشاركة أو القيام بعمل شيء مع بعض يعني، أعتقد هو ده. فالآن الصمدو بتاعهم اللي هو مثلا أعتقد اللي هو إسقاط أبي أحمد أو طرد أبي أحمد، وذلك سلطوا عليه ميليشيات عديدة، ميليشيات فانو، ميليشيات الأمحرة وغيرها. فذلك يعني المنطقة دخلت في تعقيدات جديدة. طيب حتى يكون المشاهد نعم. متابع معنا، لأن الأخبار تتضارب بعضها بعضا. نعم. ما هي ميليشيات فانو؟ وما هي أعمالها الآن ضد أحمد ولماذا؟ هذه الميليشيات طبعا كانت تدعم من أسياس أفورقي من زمان، كانت مدعومة منه. هي ميليشيات تنتمي إلى عرقية الأمحرة،
وتعتقد أن الأمحرة طبعا الآن يمكن أكثر من 30 سنة 40 سنة بعد تركها للحكم. آخر حاكم من الأمحرة كان يعتبر منغستو هايلي ماريام، طبعا بعدها استولت عليها التجراي وحكمت البلد 30 سنة فأكثر. والآن أبي أحمد والذي يعتبر من عرقية الأرومو، إلا أنه والدته طبعا من الأمحرة ومتزوج من الأمحرة أبي أحمد، ويعتبر نفسه أنه جزء من الأمحرة. لكن هذه الميليشيات اللي تسمى فانو هي ميليشيات تنتمي إلى عرقية الأمحرة ولها أهدافها طبعا. ما معنى أنه هي يعني تحب أسياس أفورقي ولا تحب التجراي، لكنهم يريدون أيضا السلطة لنفسهم. هذه الميليشيات يعني ضد أبي أحمد وتحتاج أن هي ترجع الحكم يعني لعرقية يعني الأمحرة، تسعى لإعادة الحكم لعرقية الأمحرة. بالضبط. طيب إذا كنت تقول أن أبي أحمد من الأمحرة أو على الأقل أمه من الأمحرة، نعم. ما الشيء الذي يريدون أن يعيدوه؟ ما هذا هو ولدهم وهم قائمين. ما هي دي المشكلة. يعني هو ممكن يقول لك يعني 50% أمحرة و50% أرومو، فيقول أنه هو يعني ليس كافيا بأن يسير أمحرة بنسبة 100%. طبعا على كل حال نحن نعم. حلقتنا ليست في السياسات. نعم. الأثيوبية. الأثيوبية نعم. نحن في السياسة. نعم. فإسياس يدعم حركة فانو يا. ضد ليضعف أبي أحمد. نعم. نعود مرة أخرى نعم. إلى التوافق المبدئي الموجود الآن بين حركة تجراي نعم. وإسياس. ما هو مستقبله؟ طبعا حركة تجراي، جبهة تحرير تجراي، إلى الآن لم تقرر. يعني الآن هي لم تقرر سوف تقف مع أبي أحمد ولا مع أسياس. كل الكلام هذا تكهنات، يعني تكهنات. ربما يمكن يجيفوا مع أسياس نسبة لعامل اللغة وأشياء كثيرة. وحتى الأبواق بتاعت أسياس أفورقي اللي كانت تدعو إلى تجراي تجرينيا وتدعو للإبادة الجماعية للمسلمين في إريتريا، هؤلاء الأبواق الذين ملأوا وسائل التواصل الاجتماعي، هؤلاء الأبواق اللي يدعون علنا بيانا نهارا لإبادة المسلمين في إريتريا، وأن هذه المناطق هي ملك للنصارى في إريتريا، أن المسلمين يجب أن يتنصروا الآن يسيروا ولغتهم تسير تجرينيا وإلا سوف يواجهون الموت. هذه الأبواق أعتقد أن هي بإذن من أسياس أفورقي أو تحت على الأقل تحت سمعه وبصره. لم يأتي أحد يستنكر هذه الأقوال الإجرامية والتي تتنافى مع القانون الدولي. هذا المجرم الذي اسمه تسفاسيون وهو مقيم في فلسطين المحتلة يدعو إلى قتل المسلمين علنا وإبادتهم وطردهم من بلادهم. هذا الرجل الآن الذي هرب من بريطانيا وموجود الآن في فلسطين المحتلة. طبعا هو فلسطين في إسرائيل المحتلة. نعم. إسرائيل التي هي كانت تحدثنا عنها في بداية هذه الحلقة، اللي هي كانت تقوم بإبادة جماعية خلال العامين ضد أهلنا في فلسطين وغزة. هذا المجرم التحق بهم، لأنه المجرم دائما يلتحق بالمجرمين. المجرم الذي يدعو إلى الإبادة الجماعية يلتحق بالقائمين فعليا بالإبادة الجماعية. نعم. هو في إسرائيل حاليا. نعم. قاتله الله. طيب إذن هل هناك فعلا توافق بين إسياس وتجراي في القضاء على المسلمين في داخل إريتريا؟ هل هذه تكهنات، هذه واضحة. الآن نحن اليوم نتحدث عن المعتقلين شيخ برهان. أسياس أفورقي بعد أول تكوين للحكومة الإريترية كون مجلس الوزراء من 12 وزير. هذا المجلس كان فيه 3 مسلمين فقط، 9 من هؤلاء الوزراء كانوا نصارى. خليني شيخ برهان أنا أقول حاجة واحدة يمكن الناس ما قالتها قبل كده. نحن الثورة الإريترية مرت بعدة مراحل. تحدثنا بعد الاستعمار الإيطالي الحركة في الأربعينيات وقيام الرابطة الإسلامية، حزب الرابطة الإسلامية، ثم قيام الثورة، ثم تدمير جبهة التحرير في عام 1981، ثم بعد ذلك تدمير حركة الجهاد اللي قامت في سنة 1988 بتواطؤ من المخابرات الدولية والأنظمة الجيران إريتريا وكذا. هذا الرجل اللي أنا أعتبره يعني الحكومة الحالية الآن في إريتريا هي النسخة الثانية من الأندنت. النسخة الأولى من الأندنت بدأت سنة 1941 وانتهت، مش لم تنتهي، انتهت تقريبا في العام 1974 بعد هلاك المغبور هيلة سلاسي.
الآن بدأت النسخة الثانية من الأندنت. مين؟ في شكل مين النسخة الثانية؟ في شكل الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا وأسياس أفورقي. أسياس أفورقي نفسه، هؤلاء الأبواق الذين تحدثنا عنهم، تسفاسيون قال بنفسه على أسياس أفورقي بالتجرينيا، قال إذي أندنت قحاف، قال عليه أسياس أفورقي هو وأسرته، قال من الأندنت. هؤلاء الذين فشلوا في إركاع الشعب الإريتري وباعوا إريتريا إلى هيلة سلاسي في الخمسينيات، باعوا إريتريا وفشلوا، وقيام الثورة الإريترية أفشل ذلك المخطط في العام 1961. وارتكبت هذه الميليشيات في المجازر التي تحدثنا عنها. هذه المجازر في القانون الدولي هي تطهير عرقي وإبادة جماعية. نحن الآن إن شاء الله بإذن الله حيكون عندنا ملف كامل ومتكامل عن جرائم هذه الميليشيات في كتاب إن شاء الله سوف يصدر قريبا بإذن الله، إذا كان هؤلاء ارتكبوا مجازر جماعية، إبادة جماعية وتطهير عرقي. هذه الميليشيات اللي أنا سميتها أندنت في نسختها الأولى والتي انتهت 1974 مع هلاك المقبور، ثم بدأت بعد ذلك بانفراد أسياس أفورقي بالساحة الإريترية بعد تدميره وتحالفه مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي عام 1981. لكن أسياس أفورقي لم يرتكب جرائم مثلا بقتل المسلمين جماعة والعياذ بالله، لم يرتكب أنه مثلا قتلهم في المساجد ركعا وسجدا، لم يمنعهم من الصلاة. إسياس لم يجبرهم على التنصر والدخول في النصرانية بقوة. يعني هذه الأمور حقيقة نحن جميل. كصحفيين سؤال جميل، نتكلم يعني بما سؤال جميل. لا يزال الشعب الإريتري يتمتع، يدخل في المسجد ويصلي وكذا. سؤال صحيح من يعمل المساجد، لكن طبعا سؤال جميل جدا. طيب لازم نعرف انه نحن التطهير العرقي ما لازم يتم من خلال القتل. بالمناسبة التطهير العرقي في القانون الدولي كونك انت تعمل على افقار شعب معين، منع هذا الشعب من إقامة المساجد وإقامة البيوت، يعتبر أنك أنت تريد من هذا الشعب أن يقادر بلده ويمشي. إفقار الشعب الإفقار المنظم. الآن طبعا ما في تنصير، يعني القانون الدولي تغير. حتى هيلة سلاسي بالمناسبة، هيلة سلاسي نفسه بعد ما جاء في الحكم الرجعة الثانية عام 1941 لم يتبع سياسة أسلافه من الأباطرة الذين كانوا يجبرون التنصر، يجبرون المسلمين على الدخول إلى النصرانية. هيلة سلاسي نفسه غير سياسته، بمعنى حرم المسلمين من التعليم، حرمهم من السفر، حرمهم من حتى المتاجرة، العمل في التجارة، مش كده؟ طيب ماذا تريد منهم؟ إذا كان عملت عملية إفقار منظمة لشعب معين، هذا غير انه نعم الافقار موجود. الشعب الإريتري فقير صحيح. موجود. السياسة أفورقي منع بناء البيوت موجود. لا تستطيع ان تبني بيتا. طيب انت تزيد في عددك وتزيد في عدد اسرتك ويتزوج ابنك وبنتك وتريد ان تبني بيوتا. نعم. يمنعك النظام لا تبني بيتا. طيب الحاجة الثانية هذه الخدمة الإلزامية التي سماها وهي استعباد. ماذا يريد من ذلك أسياس أفورقي؟ هل هؤلاء الشباب يعملون على تنمية البلد؟ لا، هؤلاء الشباب طول عمرهم، وهي الخدمة غير محددة لا بالعمر ولا بالزمن، يشتغلون في مزارع الجنرالات. هؤلاء هذه الطغمة التي تحيط بأسياس أفورقي، هؤلاء الشباب يعني يعملون في تلك الشركات وتلك المزارع لهؤلاء المجرمين الضباط الذين يحيطون بأسياس أفورقي. طبعا يعني تدمير تخطيط استراتيجي، يعني هو ده تطهير عرقي اصلا. هو ده تطهير عرقي، بان انت الواحد لما يمنعك نشر الفقر ممنوع في اريتريا مثلا، انك يكون عندك تجاره ويكون عمل او حتى تزرع، ممنوع منعا باتا، وممنوع تبني بيتا. فماذا تبقى لك الان؟ وممنوع ان تبني شبابا. ماذا تبقى؟ يبقى الشباب تحت التدريب الاجباري مدى الحياه، اجبار البشر على الهجره وترك البلد. نعم. إجبارهم على المقادرة من البلد، وإذا أنت أجبرتهم على المقادرة معناه هذا تطهير عرقي. تطهير عرقي، خلي بالك. يعني أنا عشان كده أقول لك أسياس أفورقي ومجموعته ارتكبوا التطهير العرقي من البداية. طيب من هم أنت تكرر في هذا اللقاء
إسياس أفورقي ومجموعته. نعم. من هم أبرز مجموعة إسياس أفورقي؟ نريد نتعرف عليهم. طيب أسياس أفورقي الآن سؤال جميل جدا. أسياس أفورقي كما ذكر أخونا الدكتور محمد خير عمر تحيط به مجموعة يعني تتحكم على المفاصل الاقتصادية والأمنية للبلد. ممكن نذكرهم بالأسماء من هذه الحلقة. ممكن نذكرهم بالأسماء إن شاء الله. هؤلاء المجموعة أولهم مدير مكتب أسياس أفورقي ومسؤول الحماية لأسياس أفورقي واسمه العقيد تسفى لدت حبت سلاسي. تسفى لدت حبت سلاسي. حبت سلاسي. هذا الشخص هو المسؤول من حماية أسياس أفورقي، وهو متهم ويعرف أماكن السجناء وخاصة مجموعة ال15 يعرف أماكنهم. وهذا الرجل هو اللي حلقة الوصل بين أسياس أفورقي والجنرالات بتاعت الجيش والأجهزة الأمنية. هو حلقة الوصل، وهو من الأشخاص القليلين جدا الذين يثق بهم أسياس أفورقي. جميل. هذا الشخص الأول. الشخص الثاني سميه يمكن وهو مسؤول من الملف الاقتصادي، اسمه حقوس قبرهوت ولد كدان، مشهور بحقوس كشة. هذا الرجل منصبه هو المستشار الاقتصادي للرئيس، وهذا الرجل هو الوحيد الذي يتحكم في المسائل الاقتصادية في البلد. وكان طبعا قبل التحاقه بالثورة كان مسؤول قطاع طلابي في أمريكا في الولايات المتحدة في السبعينيات، ثم التحق بالثورة، وكان من الأشخاص المقربين لأسياس أفورقي، وهو يعتبر رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر. هذه الشركة سيئة السمعة والتي تتاجر في كل الممنوعات بداية من المخدرات وتهريب البشر وتهريب الذهب وغيره. هذه الشركة طبعا بدأت في التسعينيات، وكان رأس مالها في ذلك الوقت حوالي 500 مليون دولار. الآن رأس مالها بالمليارات. فقط شخصين يعرفوا ميزانية هذه الشركة وحساباتها، أسياس أفورقي وحقوس كشة فقط. هو ده الشخص الثالث. الشخص الثالث مش كده ولا الثاني؟ لا ثاني. هذا الشخص الثاني. ما زلنا في حقوس قبرهوت، المستشار الاقتصادي ومدير شركة البحر الأحمر. طبعا الشخص الثالث اللي هو هذا الرجل ويعتبر منظر للجبهة الشعبية، اسمه مين اسمه؟ يماني قبرآب المانكي، القرد يعني القرد، لقبه هو القرد أو المانكي. هذا الرجل يعتبر من المنظرين والذي يعقد مؤتمرات دائما للشباب ويتحدث دائما، وهو يعمل تويتة في اليوم يمكن مرتين أو ثلاثة، وهو الذي كان يخرج البيانات ضد رابطة العلماء، رابطة علماء إريتريا، وكان يدعي بأن هذه الرابطة لها علاقات مع تركيا ولها علاقات مع قطر ولها علاقات مع السودان. طبعا هذا الكلام كله هراء في هراء، لا يعني لا يصل الحقيقة بأي صلة. طبعا هذا واحد من الناس اللي، وأسياس أفورقي طبعا لا يرى فيه منافس. هذا الرجل طبعا هو يعني تراه دائما يسافر مع وزير الخارجية، هذا الدلدول الآخر وزير الخارجية عثمان صالح، طبعا يسافر مع يماني قبرآب دائما في المؤتمرات الدولية. وآخر سفر طبعا كان خطابه الذي ألقاه عثمان صالح في أمام كان معه ماذا؟ يماني قبرآب كان دائما. وربما الغرض الرئيسي من السفر مع بعض ربما يتجسس كل واحد على الآخر. هذا طبعا أسياس أفورقي دائما يسافرهم مع بعض لكي يجيبوا له الأخبار ويتجسسوا على بعض. هذا الشخصية الثالثة ولا الكم؟ ثلاثة عدة. الآن ندخل في الرابع. من الرابع؟ الآن الرابع طبعا هو مسؤول الأجهزة الأمنية أبرهة كاسا. طبعا هذا الرجل متهم أيضا من الإدارة الأمريكية بارتكاب مجازر حرب وإبادة جماعية في تيغراي، وهو على لائحة وزارة الخزانة الأمريكية وعليه عقوبات اقتصادية أيضا. هذا الرجل أبرهة كاسا، وهو طبعا في هذا المنصب من الاستقلال من عام 1991 حتى اليوم. وهو طبعا أخذ هذا المنصب من مسؤول الأجهزة الأمنية، مسؤول جهاز الأمن الوطني، مسؤول جهاز الأمن الوطني. هذا أبرهة كاسا. وهو طبعا أيضا من الناس اللي كانوا قريبين جدا من أسياس أفورقي. أخذ هذا المنصب طبعا كان بطرس سلمون في الثورة، كان حلاوي ثورة يسموها اللي هي حرس الثورة، وكان رئيس الحزب السري.
والأجهزة الأمنية في الميدان. طبعا بطرس صلبون تحدثنا فيه في الحلقات اللي فاتت، هو مسؤول طبعا عن الاغتيالات اللي حصلت القيادات الجبهة الشعبية ومنهم الشهيد إبراهيم عافا وغيره. طبعا بعد دخول الثورة إلى إريتريا من الميدان همش بطرس صلبون حتى موعد اعتقاله طبعا في 2001، وأخذ مكانه هذا أبرهة كاسا الخامس. هذا أبرهة كاسا الشخص الرابع. لا أبرهة كاسا الرابع، احنا نريد الآن الخامس. أنت أعطيتنا الآن نبذة عن أنه مسؤول الأجهزة الأمنية، وذكرت أنه مطالب في أمريكا وأن الخزانة الأمريكية تطالبه. جميل، هذا طبعا يكفينا هذا. نعم. الخامس من هو؟ هذا واحد اسمه نائب رئيس جهاز الأمن، اسمه سايمون جابريدينجل. أنا ما بعرف إذا كان قاعد أقول الاسم صح. سايمون جابريدينجل هو طبعا برضو يتجسس على رئيس الجهاز اللي هو أبرهة كاسا، وهو برضو من الأشخاص المقربين لأسياس أفورقي، ويعطى دائما ملفات يعني مهمة على حساب طبعا رئيس الجهاز اللي هو أبرهة كاسا، وهذا نائبه. هذا الرجل طبعا برضو من الذين يعني ارتكبوا مجازر، وهو مسؤول أيضا من السجون السرية التي تنتشر في البلد، ومسؤول عن الاعتقالات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت كلها. هذا الرجل السادس والأخير. السادس لسه يعني مش السادس الآن، عندنا اثنين لسه جايين، اللي هم مثلا دلوقتي رئيس هيئة الأركان، هذا اللي اسمه فيليبوس ولد يوهنس يعتبر هذا رئيس هيئة الأركان. وهذا الرجل هو الآخر أيضا بتطارده المحاكم الدولية ومنها الولايات المتحدة برضو بارتكاب مجازر ضد المدنيين في تيغراي لعام 2021، متهم أيضا. الشخصية الأخيرة والسابعة اللي هو هذا مين اسمه كفلاي تاكلمنجوس، جنرال تاكلمنجوس، وهو طبعا كان رئيس المنطقة الغربية، رئيس المنطقة العسكرية الغربية المحاددة للسودان. وهذا الرجل طبعا أيضا من الناس المقربين لأسياس أفورقي، وله يعني متهم هو الآخر أيضا بتهريب البشر، ومتهم على لائحة وزارة الخزانة الأمريكية أيضا باعتباره أنه قدم مساعدات لحزب الجبهة الشعبية، والذي هو متهم اتهام أساسي ورئيسي في ارتكاب المجازر في تيغراي عام 2021. هذه هي المجموعة التي تحيط بأسياس أفورقي، ما في ولا واحد منهم مسلم. مش مسلم وبس، ما في واحد فيهم حتى إريتري. طبعا هؤلاء جنسياتهم، هؤلاء كلهم من الجيل الأول تبع أندنت، وكلهم يرجعوا إلى مناطق عدوى ومقلة وتامبين وغيرها كلها. هؤلاء من الأندنت الذين سكنوا إريتريا مع الاستعمار الإيطالي أو بعده. والآن أين يعيشون؟ في إريتريا؟ الآن موجودين في إريتريا، يعتبروا نفسهم وعندهم جوازات إريتريا. طبعا هم في الحكومة، هم المسيطرين الآن، المتحكمين في البلد. عشان كده أنا أقول لك هي الحكومة الحالية الآن هي النسخة الثانية من الأندنت، والتي انتهت نسختها الأولى مع هلاك هيلي سلاسي عام 1974. الآن هذه النسخة مستمرة. كيف نرجع منها بلادنا من هذه النسخة الثانية للأندنت؟ هذا سؤال ب1,000,000 زي ما يقولوا. طبعا طيب، الحقيقة يعني ما أدري ماذا أقول. تاريخ عجيب الذي جعلنا نتعلم هذا التاريخ حتى لا يعني تعرض أمتنا الإسلامية وهويتنا الإسلامية في إريتريا لخطر. وأنت ذكرت أن إسياس أفورقي يقوم بتطهير عرقي للمسلمين، ويريد أن يحقق ويريد أن يحقق حلم تيغرينيا في داخل إريتريا، ولكن بأسلوب. هذا الذي جعلنا نتحدث عن هذا التاريخ. معك 7 دقائق في ختام هذه الحلقة، ماذا تقول دكتورنا الغالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أولا أحب أن أشكر قناة سلام الفضائية والمتمثلة في الأمين العام لرابطة علماء إريتريا الشيخ برهان سعيد. أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لي لأتحدث مباشرة للمستمعين، مستمعين قناة سلام الفضائية. طبعا في نقاط هنا إن شاء الله أنا أريد أن أتحدث فيها قبل أن أختم هذه الحلقة. الآن طبعا نحن عايزين نخصص هذا الدقائق الأخيرة للحراك
المبارك، والذي بدأ بعد اعتقال الشيخ آدم شعبان في جولاي 22 2025. هذا الاعتقال الذي تسبب في الحراك الذي نراه أمامنا طبعا اليوم، في حراك في مدينة جنيف اليوم إن شاء الله. ربنا يوفقهم الشباب طبعا، إن شاء الله يبيضوا وجوهنا، بيض الله وجوههم إن شاء الله اليوم في جنيف. طبعا الحراك اللي بدأ قطاره طبعا في لندن واستمر ولليوم مستمر إن شاء الله. بس عايز أقول حاجة واحدة طبعا أنا بالنسبة للموضوع ده الشيخ برهان، إنه يعني الظلم الواقع على المسلمين في إريتريا، والذي يعني اجتمعت فيه ذوي القربى والجيران وغيرهم طبعا، يعني هذا الظلم ما كنت أتوقع أنه هو وصل هذه الدرجة. من كم يوم كنا نتحدث أنا وشيخنا الشيخ دكتور حسن سلمان، فكنا نقول يعني في نكتة زمان كنا في السودان، الناس اللي تمشي المحاكم دائما في واحد أمام المحكمة يساعد المظالم، الناس المظلومين، ويكتب لهم العريضة حتى يقدموها. ومنهم كان في شخص قال انه جاء واحد وكتب له، سأل انه يساعده ويكتب له ورقة، وكتب له ورقة يمكن صفحة 2 3، وكتب كل الكلام اللي طلبه منه. بعد ما كتبه قال له خلاص انا كتبت لك، الان عايزك تسمع الكلام اللي انا كتبته. فبدأ يقرأ له الكلام اللي هو مثلا كان الشكوى تبعه. بعد ما كمل الصفحة الأولى بدأ الرجل يبكي، بدأ يبكي وقال والله يعني، قال له مالك تبكي؟ قال والله أنا ما كنت متخيل إنه الظلم يعني وصل بي هذه الدرجة. والله حرفيا أنا لما قرأت ما يجري في إريتريا والملفات ما كنت أتخيل إنه المسلمين رجعت أوضاعهم إلى أوضاع المسلمين في أثيوبيا زمن المغبور هيلي سلاسي، وأسوأ كمان، أسوأ. الآن إحنا كنا نتحدث إنه المسلمين في إريتريا 75 إلى 80%. هل تتخيل شيخ برهان إنه نسبة المسلمين في الدوائر الحكومية لا تتعدى 2%؟ هذا كلام، ونحن نقول إنه نحن بلدنا ونحن موجودين فيها وكذا وكذا وكذا، 50-50. هذا بالنسبة للموضوع ده. بالنسبة للحراك إن شاء الله نحن طبعا حيكون عندنا حراك يوم 27 في أمريكا في كندا إن شاء الله بإذن الله. طيب في ناس تتحدث عن الحراك، يقول لك الواحد انه هل الحراك هذا له قيادة وله كذا، وخايفين نحن الحراك هذا يختطف ومش عارف ايه كذا. يا جماعة الحراك اصلا الغاية منه ايه هي؟ الحراك اصلا عمره ما حيسقط حكومة، هو أداة من أدوات إسقاط الحكومة. الحراك هدفه الأول والأخير يا جماعة انه هو تعرية النظام، وعكس الحالة اللي موجودة اللي يعانوها المسلمين من منع بناء المساجد وترميمها، مصادرة الأوقاف وإغلاق المعاهد والحاجات هذه. تعرية النظام أمام المسلمين في العالم دي واحدة من أهداف الحراك. الهدف الثاني للحراك والأخير اللي هو إنه هذا الحراك اللي موجود في الخارج ينتقل إلى الداخل. طبعا هذه الأدوات الأخرى ما نحتاج إنه مثلا تتوقف، مثلا الدبلوماسية تستمر، العسكرية تستمر. هذا واحد من الأشياء اللي تأتي تساعد في تحرير البلد وعكس ما يحصل داخل إريتريا. هذا هو الهدف الأول. أما الواحد لما يقول لك والله يمكن الحراك هذا يخطف، الحراك يخطف وين؟ يودوا وين يعني؟ هؤلاء الشباب القائمين بالحراك أصلا كل واحد من المتطوعين. أنا لو جاي مثلا من مدينة اليوم في جنيف، جاي من لندن دافع مواسلاتي ودافع كل شيء ودافع تكاليفي، وفي تبرعات من هؤلاء الشباب مثلا للعمل استقبال الضيوف والأشياء الثانية. لا في ميزانية مثلا عشان يخطفوه، ولا في فلوس تجمع بالملايين وكذا. هذا عمل جهد بتاعت متطوعين. الحاجة الثالثة اللي عايز أقولها بالنسبة للناس اللي قاعدين يقولوا والله يا جماعة، ودي حصلت في أمريكا في كندا وفي الولايات المتحدة، الناس اللي قاعدين يقولوا يا جماعة نحن مشايخنا اعتقلوا ولهم أكثر من 30 سنة. هؤلاء المشايخ لهم أطفال ولهم نساء ولهم أمهات ولهم آباء ينتظرون عودتهم ولم يعودوا، لا يعرف عنهم شيء. هل ماتوا نتيجة للتعذيب؟ هل ماتوا نتيجة لمنع العلاج عنهم؟ هل ماتوا نتيجة للجوع؟ ما نعرف عنهم حتى هذه اللحظة. خذ نفسك مكان هؤلاء الناس، خذ نفسك قبل ما تقولي والله نحن لا نتدخل في السياسة. عيب عليكم انه تقولوا مثلا، ما يقول لك تعال واحد نعمل مظاهرة من اجل، يعني هل قلق المساجد سياسة؟ هل منع ترميم المساجد سياسة؟ هل اطلاق معهد زي معهد قندع
3000 طالب، هل هذا سياسة؟ خدعونا بقولهم أن هذا عمل إرهاب، بناء مساجد إرهاب، تعليم القرآن الكريم إرهاب، نعم، تعليم الناس التربية والدين والحجاب والاستقامة إرهاب. نعم، المشكلة إحنا المسلمين صدقنا هذا، نعم، مش النصارى. المشكلة ما عندنا مشكلة مع النصارى، مشكلتنا مع بعض مع إخواننا أنفسنا. المسلمين. نعم. يقول لك هذا إرهاب. نعم. تدافع عن المساجد إرهاب، تدافع عن المعتقلين إرهاب، هذا لا متوقع. تقول كلمة الحق إرهاب. هذا متوقع شيخ برهان. أنا خصمي وعدوي مستعد يسميني زي ما هو عايز، طبعا لازم يقول عليه إرهاب. حيقول عليه إيه يعني؟ مثلا دلوقتي أنا يعني المسلمين في إريتريا هذا كله يعني اللي وقع عليهم نتيجة لإهمالهم وتسامحهم الزايد مع الطرف الآخر. يا جماعة نحن قاعدين نقول إيش اليوم؟ يعني ننزع الخوف، ننزع الخوف. هذا الخوف الذي تتزرع به اليوم باعتبار أنه أنا والدتي موجودة، ناس تركت أموالها، ناس تركت بيوتها، ناس لا تقارن الأموال والممتلكات مع البشر. لما آبائنا وجدودنا لما قاموا بالثورة يا جماعة، يا أحفاد حامد عواتي، يا أحفاد إدريس محمد آدم، يا أحفاد كبيرة، يا أحفاد عمر إزاز، الشهيد القائد عمر إزاز الذي استشهد وهو يتقدم جنوده في معركة حلحل، والتي يعني استشهد فيها أكثر من 180. هؤلاء آبائنا لم يلتفتوا لأحد، تقدموا الصفوف. اليوم نحن نقول والله نحن ما بنشتغل بالسياسة ونحن كذا ونحن كذا. عيب علينا. ماذا سوف نقول لأحفادنا بكرة؟ هذه البلد الذي ضحوا من أجل هؤلاء الأبطال اللي ذكرتهم، هؤلاء الأبطال أمثال كبيرة وإبراهيم سلطان وحامد عواتي وعمر إزاز وغيرهم 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 من الأبطال. ماذا سوف نقول بكرة لأحفادنا؟ هل هذه البلد اللي ضحوا من أجله أهملنا فيها نحن وقلنا ما بنعمل في السياسة وفرقنا وتفرقنا، ونحن المسلمين تفرقنا وعملنا كذا؟ يا ريت يكون الموضوع موضوع الأحفاد نعطيهم كلمتين ونسكت، لكن ماذا سنقول لربنا؟ نعم، وهذا ماذا سنقول يوم القيامة؟ هذا ملك أراضينا الإريترية وبلدنا أمانة في رقابنا. الله أكبر. ماذا سنقول لربنا يوم القيامة؟ ما في جواب. إذا كان مثلا ما وجدنا جواب للبشر حنجد جواب لله سبحانه وتعالى. يا جماعة هذه مرة أخرى نداء للمسلمين في كندا، نداء للمسلمين في كندا. المظاهرة اللي جاية هي من أجل حماية المقدسات، من أجل إرجاع الأوقاف. هذا النظام المجرم الذي صادر الأوقاف، أرجع الأوقاف للنصارى وصادر الأوقاف بتاعت المسلمين. حتى هذا اليوم رفض إرجاع الأوقاف. أكثر من 300 وقف في مدينة أسمرة لوحدها، أكثر من 300 وقف صادرها وأعطاها لأنصاره ومجموعته. طيب هؤلاء هذه الأوقاف، وما كده وبس، حتى كمان عمل 2 كنيسة من الكنائس القديمة جعلها بأنها تعتبر من الآثار. ليه جعلها تعتبر من الآثار؟ لأنها سوف تتلقى الدعم من الحكومة ومن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، في حين أنه رفض المساجد التي لها مئات السنوات، رفض أنه هو يعمل لها نفس الاستاتس اللي عمله للكنائس. ماذا تقولون بعد ذلك؟ يعني الواحد مثلا أجيب نقطة تانية أخيرة هنا شيخ برهان لو سمحت لي، اللي هو مثلا كان نحن لما كنا صغار زمان في شخص من قبائل قرب السودان تعرض إلى أنه ضربوه حرامية، ضربوه ويعني أكرمكم الله أخذوا ملابسه وطرحوه في الشارع وتركوا جسد طاقية والسكين اللي كان لابسها، سكين اللي كان لابسها. جاء الشرطي. مشاهدينا الأكارم، ننبه على دخول وقت صلاة العصر بمدينة أسمرة. حان الآن وقت الأذان، أن الحلقة مستمرة، فأحببنا يعني ننوه لذلك. بارك الله فيك. طبعا هذا الرجل جاءه الشرطي وقال له الملابس طبعا الحرامية يعني ضربوه ضرب مبرح حتى كاد به أن يهلك هذا الرجل. فقال له طاقية عرفناها، السكين هذه قال له ليش ما دافعت بها عن نفسك؟ قال له والله أنا قال له تاركها لليوم الأسود، لليوم الأسود. قال له حيجيك يوم أسود أكثر من السواد اللي انت فيه. يعني قال له يعني هل يا مسلمين إريتريا حيجيكم يوم أسود أكثر من المرحلة اللي انتم فيها؟ الناس اللي تقول مثلا هؤلاء شركائنا وكذا وكذا، نحن تكلمنا عن هذا الموضوع طبعا في الحلقة اللي فاتت. الشركاء دائما الشراكة إذا لم تقم على العدل لا يمكن أن تكون شراكة. هذه استعباد وعبودية من طرف
على حساب طرف آخر. طبعا في هذه الحلقة، طبعا هذه الحلقة الأخيرة كما ذكرنا، أشكركم سادة المستمعين والمتابعين، وأشكر قناة سلام الفضائية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا دكتور محمود، ونحن أيضا نتقدم إليك بالشكر الجزيل على هذه الحلقات الطيبات المباركات في تاريخ إريتريا. في هذه الأكارم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. نحن نخشى من الله سبحانه وتعالى أن يسألنا عن إريتريا ماذا قدمنا لها وماذا فعلنا لها، ونحن نرى ونسمع هذا العداء الشديد من أعداء الإسلام وأعداء العدالة والحرية. وأيضا يعني هذا التاريخ الذي سرده لنا دكتور محمود عمر، وهو الحقوقي الدولي الكندي الإريتري إن صح التعبير، استفدنا كثيرا ووقفنا على معلومات خطيرة جدا جدا. أرجو أن تكونوا مشاهدي الأكارم قد استمتعتم واستفدتم من هذه المعلومات. وأما دين الله عز وجل فهو منصور حتى في إريتريا، سيجعل الله عز وجل لهذا البلد رجالا يدافعون عنه ويحمون عنه بلا شك، ولكن نحن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أولئك الرجال، لا أن يستبدلنا بغيرنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وأفاد وأجاد الدكتور محمود في سرد يعني تاريخ إريتريا من قبل الاستعمار الإيطالي، ومرورا بالاستعمار البريطاني والأثيوبي، ومرورا أيضا بالحالة الراهنة اليوم هو الاستعمار إن صح التعبير ربما نقول أنه استعمار الصليبي الذي واقف عليه إيسياس أفورقي. وحقيقة هذا الاستعمار الذي نحن نعيشه خطير جدا، ومشكلتنا نحن لسنا مشكلة مع إيسياس وأحزابه، مشكلتنا مع إخواننا المسلمين الذين لم يفهموا وما زالوا أيضا يعني يرون أن التعامل مع هذا الأمر أو مع هذا النظام بأسلوب آخر من يعني ربما يكون أسلوب ناعم كما يرون. على كل حال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الشعب الإريتري الأمن والأمان والاستقرار، وأن يمن عليهم أيضا اليقظة، وأن يعرفوا فحرام علينا أن نرى هذا يعني أن نرى شبابنا وشاباتنا وأخواتنا وأبنائنا يذهبون سدى بأعداد كبيرة جدا سواء كان في الحروب أو في ساوة، ونسكت ونصمت على هذا الظلم. نسأل الله تعالى أن يرفع عنا الظلم وأن يمن علينا بالخير في إريتريا وفي جميع بلدان المسلمين. لا ننسى أيضا أن نختم بالتهنئة مرة أخرى لشعبنا وإخواننا في غزة وفلسطين، ولعل الله عز وجل قريبا أن نرى القدس قد تحرر. نكرر تهنئتنا بهذا النصر العظيم، وكما قلت لكم من كان مع الله كان الله معه، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لا ننسى الله عز وجل يا إخواني في كلامنا في سياساتنا في أمورنا. إذا نسينا الله نسينا، نسوا الله فنسيهم، نعوذ بالله أن نكون كذلك. القضية قضية دينية، القضية قضية طبعا. أنا أطلت عليكم في الكلام، أريد أن أجدد الأمر. حقيقة قبل أنتم أنا استفدت جدا من شيخي وأستاذي الدكتور عمر محمود، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. وهذه وإن كان هذه الحلقات بهذا الموضوع قد انتهينا منه، لكن سندعو الدكتور في حلقات أخرى إن شاء الله، خصوصا مع ترجمة الأبطال الذين كانوا في جبهة التحرير إريتريا، وكانوا أيضا الأبطال الذين كانوا في تحرير قوات عثمان صالح صبة وغيرهم، الذين حقيقة دافعوا عن أرض إريتريا وعن الوطن. هناك نماذج عجيبة جدا، أنا أستغرب حقيقة لماذا لم تخرج هذه النماذج، أين تراجمهم؟ أطلت عليكم أنا عارف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب